دايره عبوديه الحاكم والعياذ بالله نموذج تدرس في المغرب، تدرس يعني على مستوى العالم، نموذج غير مسبوق. دي حقيقه ايضا لا تقبل الجدل ولا انك تطعن فيها ولا اي حاجه. لكن زياش قال الحقيقه وبس. الحكومه المغربيه مش مطبعه مع المحتل. الحكومه المغربيه كانت بتعمل تدريبات بين الجيش المغربي والجيش الاسرائيلي قبل ايام من الطوفان. قعدوا يباتوا مع بعض اسبوعين تقريبا او حاجه كده عشان يتبادلوا الخبرات والثقات وكده يعني. انت عارف المشهد. فزياش اتكلم عن المحتل اللي كل دول العالم بتنفض ايديها منه دلوقتي ولو ظاهريا، في حين ان مفيش موقف رسمي خدته الحكومه المغربيه من التطبيع. بل بالعكس، السفن اللي رايحه اسرائيل وملهاش حته تركن فيها اسبانيا ترفض انها، واستعرضنا ده، تستقبلها المغرب في طنجه مثلا، تخدم عليها المغرب عشان توصل لاسرائيل، تعمل لها بقى خدمه ومشتريات وكده. محدش يختلف على اللي كتبه حكيم زياش. حكيم اللي حط القضيه الفلسطينيه من اول يوم قدام عينيه ودعمها في كل المناسبات من اليوم الاول، ولا نزكي على الله احد.